يرقب وضوءه حيث يريد أن يرقب صلاته، حيث يريد أن يحسن صلاته. هكذا يقول لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا جاءت بعض الروايات مصرحة بأن المرء متى أحسن وضوءه فقد قبل الله منه صلاته وصارت صلاته نافلة، صارت هذه الصلاة التي تؤديها بمثابة نافلة متى أحسن المرء وضوءه. وهذا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه أولى الحقائق معنا في درس اليوم عباد الله وفي خطبة اليوم، أن الطهور هو شطر الإيمان. وعندما يقول شطر الإيمان أي نصف الصلاة، نصف أجر الصلاة، نصف أجر الصلاة في وضوئك. ومن هنا جاء يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرجل ليخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها إلى أن قال تسعها، ثمنها إلى أن قال نصفها، وقد وقف عند نصفها، وما قال إلا له منها ثلثها أو ثلثيها أو 3/4 أو 9/10، إنما وقف عند النصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا يقف عند النصف؟ لأن نصفها الآخر في وضوئه، نصفها الآخر في إسباغه وإحسانه وأدائه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في كل أحاديث الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء، ويقول إسباغ الوضوء على المكاره، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لأني وأقول لكم إن قبول الأعمال لا يتوقف عند أدائها مهما عظم هذا الأداء، إنما قبول الأعمال يتوقف عند إحسان أدائها. ولذلك قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، مع أن الله يقول إذ قربا قربانا، وقربان على وزن فعلان، وهذا وزن من أوزان المبالغة في اللغة العربية. إذن قرب كل منهم عملا ضخما لله، ولكن الله تعالى قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل من أحدهما أن قدم أحسن ما عنده، ولم يتقبل من الآخر أن قدم أردأ ما عنده، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه. ولذلك قبول الأعمال لا يتوقف عند الكم، وإنما قبول الأعمال يتوقف على الكيف أولا قبل أن يكون الكم. ومن هنا جاءت كل أحاديث الوضوء تقول من توضأ فأحسن الوضوء، تقول إسباغ الوضوء على المكاره. هذه هي الحقيقة الأولى. صلاتنا تبدأ حيث يبدأ الوضوء. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله كانت خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وفي رواية من توضأ في بيته فأحسن الوضوء أو تطهر فأحسن الطهور ثم مضى إلى بيت من بيوت الله فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة. فاعتبرك في صلاة من حيث توضأت، من حيث خرجت من بيتك. والحديث يفيدنا فائدة غائبة وهو استحباب وضوء المرء في بيته. ولذا جاءت الروايات مصرحة بهذا من تطهر في بيته أو من توضأ في بيته فأحسن الوضوء. أما الحقيقة الثانية الغائبة من حقائق الصلاة عباد الله، فالحقيقة الثانية تقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. عندما نقول نحن مصلون ينبغي أن نكون في صلاة الفجر كما نحن في صلاة الجمعة، أن نكون في صلاة الظهر كما نحن في صلاة الجمعة. هكذا يصدق علينا أن نقيم الصلاة، وهكذا يصدق علينا أن مصلون. أما أن تكون المساجد كما نرى ونسمع في صلاة الفجر لا يكاد يتم صف أو يتم صفان، عندئذ لا يمكن أن يقول المرء منا عن نفسه أنه يقيم الصلاة. ولا ينبغي أن نرفع تلك الحجة
الحجة المرة التي نرفعها أبدا ليس في النوم تفريط، أو أن الإنسان متعب، أو أن الإنسان مجهد، أو أن الإنسان كذا أو كذا، فهذا التعب نحن الذين صنعناه، نحن الذين صنعنا هذا الجهد وهذا النصب، نحن الذين صنعنا هذا كله عباد الله. نقيم الصلاة عندما نكون في الظهر كما نحن في صلاة الجمعة عندما نكون هكذا عباد الله. ولذلك تسمعوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تصفه لنا الروايات بأنه أعمى، نعم أعمى عباد الله وشاسع الدار، ثم يقول ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهو يعدم وجود القائد الذي يأخذه إلى بيت الله، ثم هو أعمى وبيته يقول شاسع الدار. وما أدراك ما أن يقول الرجل شاسع الدار؟ نحن نتكلم عن مسافات لا تكون بالمترات إنما تكون بالكيلوات وهو أعمى. ثم يقول والمدينة كثيرة الهوام والسباع، وهذا عذر آخر. وما أدراك ما هذا العذر؟ مدينة فيها من الهوام والسباع ما يمكن أن يتعرض له بالإيذاء وأن يتعرض له بالضرر. ثم يقول الرجل أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ وما طلب كل صلاة في بيته، إنما طلب صلاة الغداة وحدها، إنما طلب صلاة الفجر وحدها، أن يكون في بيته، لأن الهوام والسباع لا تكون إلا بالليل. فكيف يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له قولة لا أجد لك رخصة، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلمن تكون الرخصة بعد؟ لمن تكون عباد الله الرخصة بعد؟ وهو الذي قد هم أن يخرج على الذين يصلون في بيوتهم فيحرق عليهم بيوتهم. هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأن آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخرج ومعي حزم من حطب على الذين يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين هذا الكثير في صلاة الظهر؟ وأين هذا الجمع في صلاة العصر؟ وأين هؤلاء الناس في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء؟ ما يمكن أن نجد مسجدا بما هذه الصورة التي نجد عليها في صلاة الجمعة، لا في ظهر ولا في عصر ولا في مغرب ولا في عشاء، فضلا عن فجر وغداء. نعم أقول، وقد قالها علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هكذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي أصابه، بحيث أن مرضه كما تقول لنا الروايات كان يصب عليه الماء من 7 قرب هكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقول: أصلى الناس. بل نجد في سيرة أسلافنا الكرام من كان يخرج إلى صلاة الجماعة بحيث أنه يقول: ما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة 40 سنة كاملة. 40 سنة كاملة لم ينظر إلى قفا رجل في صلاته على الإطلاق. 40 سنة كاملة يقيم الجماعة ويقيم الصلاة في جماعة. هذا ما كان يفعل سعيد وهو ابن المسيب رحمه الله. بل أسر عن بعضهم أنه خرج إلى صلاة الجماعة